اهلا بيكم وطرح اراضي جديده. ووزاره الاسكان بتطرح لينا المرحله الرابعه من اراضي مسكن، اراضي مهمه جدا وفعلا اراضي فيها فرص كتير ومعلومات مهمه جدا طلعت النهارده، والحجز من اول بكره وكلام في غايه الاهميه. اتمنى كل الناس اللي هي بتتابعني تتابع الحلقه دي وتعرف كل التفاصيل، لانها فيها فرص فعلا لكل المهتمين ان هم يحصلوا على قطع اراضي من وزاره الاسكان. وزارة الإسكان أعلنت إن طرح أراضي المرحلة الرابعة لمشروع مسكن، اللي هي مسكن لكل مواطن، يعني بعدد 1747 قطعة أرض سكنية. طبعا عارفين إن أراضي مسكن دي بتنقسم لثلاث أنواع: أراضي أكثر تميزا، وأراضي متميزة، وأراضي إسكان متوسط. وخلي بالكم بقى، لأن هنا في حاجات مهمة جدا في الإسكان المتوسط وفرص اللي هتجيله قطعة الأرض ممكن يكسب فيها بال 200 وال 300 و 400 ألف جنيه وهو قاعد باشا كده ما بيعملش أي حاجة. خليني أقول لك كده إن في غاية الأهمية إن الحجز ده هيكون في مدة شهرين، من أول يوم 1/4 لغاية يوم 30/5، فمحدش يستعجل، والكلام أي استعجال للموضوع ده ما فيش أي داعي منه. الحجز خلي بالك الكترونيا كله، يعني ما فيش هنا حضرتك بتشتري اي حاجه، لا ده انت حضرتك بتدفع مثلا، بتعمل تحويل بنكي بالمقدم والكلام ده كله. والاراضي الاكثر تميزا هنقول المقدم بتاعها كام وهنقول الكلام ده كله. خليني اقول لك كده بقى، ناخدهم نوع نوع ونتكلم عنهم ونفهمك تعمل ايه وايه الخطوات المطلوبه منك وفين قطع الاراضي دي وباعدادها ايه. اول حاجه محور الاراضي الاكثر تميزا. الاكثر تميزا ده قطع الاراضي بتبقى كبيره، قطع الاراضي بتبقى غاليه، لان طبعا المتر هنا بيبقى غالي والاراضي بتبقى في اماكن مميزه جدا، فبالتالي بتبقى قطع قليله وثمنها غالي. وده هنا بقى بيبقى فيه الافضليه كمان للي بيكمل الدفع بالدولار، فده نخلي بالنا منها. طبعا لكل المستثمرين، لان الاراضي دي معظمها بتاخدها شركات بتبني بقى فيها ايه، اللي هي العماير اللي بعد كده بتطلع بوحدات وشركات عقاريه تطوير عقاري صغيره يعني. اول حاجه عندي الاراضي الاكثر تميزا 65 قطعه. 65 قطعه موجوده فين بقى وهتطرح فين؟ في اماكن في غايه الروعه: 6 اكتوبر، 15 مايو، الشروق. الشروق دي يا جماعه خلي بالكم استثمار مضمون مليون في المية. العاشر من رمضان برضه هيطرح فيها اراضي، وبقالها كتير فتره كبيره جدا ما طرحتش فيها اراضي، لكن المره دي هيطرح فيها اراضي لاراضي مسكن الاكثر تميزا. خلينا كده نركز ايه، ودي المقدم بتاعها بيكون 350 الف جنيه. عشان اصلا تكمل اجراءات الحجز، بتحجز كده وتكمل اجراءات الحجز بتاعتك، لازم تعمل التحويل ب 350 الف جنيه. طبعا هنا قال لك اولويه الحجز اللي هيستكمل اكبر مقدم للحجز، لان انت طبعا هنتكلم بقى نقول اسعار المترو والكلام ده كله، بس خلي بالك ان انت هنا اللي هيكون ليه اولويه هو اللي هيكمل اكتر مقدم ايه بالدولار، بالعمله الايه الصعبه. فنخلي بالنا عشان لو حد مثلا ما جاتلوش دي يبقى عارف ان في ناس دخلوا بالدولار خلصوا في قطعه الارض. ده بالنسبة للمحور الأولاني وهو الأراضي الأكثر تميزا. المحور الثاني هو الأراضي المتميزة، ودي موجودة في مدن بعيدة شوية عن القاهرة، ودي اللي المقدم بتاعها بيبقى 100 ألف جنيه، ودي حضرتك هتبقى 826 قطعة، وهتبقى موجودة في برج العرب الجديدة وناصر الجديدة اللي هي غرب أسيوط وملاوي الجديدة والفشن الجديدة وأخميم الجديدة. يعني ملاحظين كده إن هي فيها منطقة واحدة بس في شمال البلاد والباقي كله في الجنوب. المحور الثالث في هذه الأراضي هو الأراضي المتوسطة. والأراضي المتوسطة دي الميزة الكبيرة قوي إنها محافظة على السعر اللي القانون محدده من حوالي أكتر من داخل في 10 سنين. ف يعني هي ميزتها إنها لسه مرتبطة بنفس الاسم، بنفس مقدم الحجز اللي هو 25,000 جنيه، وده مش هتلاقيه تاني. يعني ده متوقع ان يتم تعديل هذه الاسعار، فممكن ما تلاقيهاش تاني. فحضرتك انت هنا الاراضي دي كام قطعه؟ 856 قطعه. وده الجميل جدا في الموضوع،
عدد كبير، يعني فرص كتير. واولويه الحجز يا جماعه مفيش حد ليه اولويه بقى ولا اسبقيه، لا لا لا. حضرتك لو كان في عدد كبير على نفس قطعه الارض، حضرتك بيحصل ايه؟ حضرتك هنا بيحصل قرعه علنيه على كل قطعه ارض بالنسبه لاعداد المتقدمين عليها. وبيتيح ليك ان انت تخش تشوف القطعه دي مثلا بقى مقدم عليها 10، القطعه دي مقدم عليها 5. بيتيح ليك ان انت تعمل كده. فطبعا دي فرصه كبيره ان انت تحجز قطعه ارض المميزه اللي انت شايفها ممكن تبقى مفيده بالنسبه لك. المدن اللي موجوده فيها، وخلي بالكم مدن مهمه جدا ومميزه جدا. السادات. السادات دي خلي بالك فرص استثماريه كبيره. وعندنا المنيا الجديده، وعندنا اسيوط الجديده، وعندنا بدر برضو دي من الفرص الاستثماريه، وغرب قنا وطيبه جدا. طبعا معظم خلي بالكم في بعض الاحيان المدن اللي في الصعيد دي بتبقى الفرص اكبر. ليه؟ لان اسعار المتر مثلا بيقول لك ان اسعار المتر في سوهاج واسيوط والحتت دي بقى اغلى من القاهره. فانت بالتالي لما بيطرح قطعه ارض زي كده وتبني عليها بقى بيت ولا عماره ولا حاجه، بتقدر ان انت تستفاد منها استفاده كبيره جدا. ده بالنسبه للمحور الثالث، وهو ايه؟ وهو الاراضي اللي هي ايه؟ المتوسطه. عندنا الاراضي الاكثر تميزا، والاراضي المتوسطه، والاراضي ايه؟ المتميزه. خليني اقول لك كده ان انت معاك لمده شهرين تكمل كل اجراءات الحجز. حضرتك لو انت حابب بقى تخش في الاجراءات، حضرتك بتخش على الموقع اللي انا كاتبه لك في الوصف بتاع هذا الفيديو، وتبتدي حضرتك تنزل كراسه الشروط عشان تعرف قطعه الارض اللي انت عايزها فين وبكام والكلام ده كله. ده هيبقى موجود في كراسه الشروط من اول ايه؟ اول لما ينزل بدايه الحجز على الموقع. برضو في حاجه مهمه جدا لازم تعرفها، ان انت لما بتيجي تعمل اسلوب الحجز، لو مالكش حساب على موقع بنك اللي هي وزاره الاسكان وبنك الاسكان والتعمير، حضرتك لازم تعمل موقع. وده بيتسجل عادي جدا بشكل بسيط ببياناتك ورقمك القومي ورقم تليفونك، وما فيهوش اي مشكله. بتعمل حساب عشان خاطر تقدر ان انت تكمل بقيه الايه؟ الاجراءات. بتكمل بقيه الاجراءات وبتكتب بياناتك، وبعد كده لازم تعمل التحويل البنكي عشان تختار بيه قطعه الارض. انا عايز اختار قطعه ارض متوسط، اعمل تحويل بنكي ب 25 الف جنيه. وحضرتك بتقدر بعد كده ان انت ايه؟ تحجز قطعه ارض بقى اللي انت تختارها في الاراضي المتوسط. انا بدي مثلا، طب اراضي اكثر تميزا، حضرتك بتعمل التحويل ب 350 الف جنيه. وبرضه بتقدر ان انت تخش بقى ساعتها على الاراضي الاكثر تميزا عشان تحجز القطعه. او لما بتحجز قطعه، حضرتك بيبتدي مطلوب منك برضه ان انت ايه؟ يعني مثلا في الاراضي الاكثر تميزا، فخلال الشهرين دول مش مطلوب منك حاجه تانية، ولكن مطلوب منك بعد كده ان انت تستكمل. مثلا لو انت هتدفع 20%، بيبقى ان انت تستكمل ال 20% من هذا الثمن، ويبقى الاولويه للي هيستكمل بالنسبه للدفع بالايه؟ بالدولار بالنسبه للاكثر تميزا، وبالنسبه للمتميز او المتوسط للي يدفع اكبر مقدم. طب افرض ناس كتير دفعت مثلا كل المقدمات المطلوبه اللي هي ال 20%، يبقى حضرتك هيعمل قرعه علنيه. ودي احلى حاجه في الموضوع يا جماعه، لان هي بتدي فرصه متناسبه. واحد يقول لي دلوقتي ايه يا عم ده بيحصل لعب بقى اقول له لا يا فندم، ما بيحصلش الكلام ده. ليه؟ لان ده بيبقى على رقابه كبيره من وزاره الاسكان، وما فيش مسؤول ولا حاجه هيبقى يعني هيبقى ليه مصلحه مع واحد هيروح حاطط له ورقه وكله مثلا بنفس الاسم. لا، ده بتبقى حاجه علنيه وبتبقى موجوده في اماكن عامه. فمهم جدا جدا كل اللي هيبقى يحصل على قطعه ارض يتابعنا، لان لسه في تفاصيل كتير جدا هنقولها الفتره اللي جايه، وان شاء الله ننقل لكم كل حاجه عن هذا المشروع وباقي مشروعات الاسكان كلها ان شاء الله ننقلها لكم. وان شاء الله نكون معاكم من اول دلوقتي لغايه نهايه الحجز. اشوفكم على خير. شكرا لكم والى اللقاء كل متابعينا الكرام.